ابتديت اتصالح على ربنا، ابتديت اعمل صراع مع ربنا وتصالحت معاه، لقيت جروحي كلها اتفتحت في حضنه. لقيت ان النفسيه هي اللي خلتني احبه روحيا وانضج روحيا وابقى عارفاه بحق وحقيقي. يمكن الاول كانت صلاتي مش جايبه نتيجه، لاني كان لازم امشي سكه، كان لازم افتح جروحي، كان لازم اتشفي من الاوجاع دي. فلما اتشفيت منها انا قدرت اشوف ربنا بصوره جديده خالص من غير تشوه. انا الاول كنت شايفاه زي بابا هيعاقبني، المفروض ان انا راضيه، طاعه العمياء عشان هيعاقبني. بعد كده لقيت شخصيه تانية جميله ما حدش يعني ما اختبرتهاش قبل كده. هنا انا لمست ربنا، لمست انوثتي، لمست كياني من اول وجديد، لمست حياتي، ملكتها تاني. وابتديت بقى ان انا اتعلم ودرست وبقيت دلوقتي معالج. وابتديت بقى قلت انا مش هاخد العلاج ليا لنفسي وامشي، لا ده انا هكمل. انا لازم حد شجاع يطلع للناس ويقول ان في تعافي وفي علاج وفي تغيير وان في ربنا بيشتغل في العلاج. فابتديت ان انا اخرج بقى واكتب كتاب عن قصتي، وابتديت اطلع كل الكلام اللي انا كنت بكتبه بالعشر ساعات في التعافي بوجعه بألمه بمشاعره باكتشافاته في كتب. الكتب دي برامج علاجية من خبرة حقيقية. ابتديت اتكلم في الجورنال، ابتديت اتكلم في التلفزيون، حتى في الجريدة بقى ابتدى يقول انا اول مرة نفتح حاجة زي كده، وانا عارف ان الناس ممكن تهاجمني لكن انا لازم اكتب. انا عملت طفرة في ان حد يطلع يقول انا حصل لي كذا وكذا وكذا، وانا كاتبة في الكتاب بالتفاصيل، فيديوهاتي في كل اليوتيوب في كل الصفح، وده عمل ربنا.